في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا جالي رسائل كتير جدا من ناس تسالني تقول لي يا انيس ازاي نشغل الراوتر من غير كهرباء، او ازاي الراوتر يبقى شغال حتى لو الكهرباء قطعت الانترنت يفضل شغال وما يتاثرش بقطع الكهرباء ده. بس الموضوع ده ليه تفاصيل كتير واطول من ان انا ارد عليه في مسج او في بوست على فيسبوك. علشان كده انا قررت النهارده اعمل فيديو كامل، لان النهارده هعرفك ايه افضل بطاريه تشتريها وتشغل بيها الراوتر، وتكاد تكون ببلاش، يعني حاجات رخيصه جدا. سيبك بقى من اي باور بانك يشغل راوتر، وده حاجات بتبقى غاليه، سيبك منها خالص. كمان الاهم من كده هقول لك ازاي تعرف الكابينه اللي عندك بتبقى شغاله ولا لا اثناء ما الكهرباء قطع، لان لو الكابينه وقعت وانت حتى جبت بطاريه او باور بانك مش هيشتغل الراوتر، لان الكابينه نفسها اللي مشغله الخط الارضي وقع. فانا هقول لك ازاي تعرف الكابينه على نفس خط الكهرباء بتاعك ولا لا، ولو على نفس الخط او مش على نفس الخط ازاي تعرف ان بطارياتها سليمه ولا البطاريات اللي فيها بايظه ممكن تفصل لو الكهرباء قطعت عليها، ولو الكابينه فصلت وخلاص وقعت ازاي تتصرف وتشغل برضو انترنت، وايه افضل الطرق اللي تشغل بيها انترنت لو الكابينه نفسها مش شغاله. فالفيديو النهارده مهم وفيه تفاصيل اكتر بكتير من اللي قلت لك في المقدمه ديت، وحاجات كمان هقول لك عليها كمان شويه. فاكيد الفيديو ده يستاهل اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. طبعا يا عزيزي المشاهد، انت لو دخلت على امازون تدور على اي يو بي اس للراوتر فهتلاقي اسعار فلكيه شويه. يعني اول هو يو بي اس هتلاقيه ب 650 جنيه، ده ادابتر بيبقى فيه بطاريه عشان لما الكهرباء تقطع هو يشتغل على البطاريه اللي جوه، لما ترجع يشحن البطاريه ويشغل الراوتر. وبدل يعني الادابتر العادي بتاع اللي بيجي مع الراوتر، من المواصفات اللي مكتوبه هو كويس. يعني لو عايزين اجيبه بعد كده واعمل لكم فيديو عنه بنزله لكم على الفيسبوك بقولوا لي في الكومنتات، ولكن انا مش طالع النهارده اقول لك على حل ب 650 جنيه او اغلى. لو بصيت كده هتلاقي فيه مشترك هنا ب 1800 جنيه بيشغل لك كهرباء يعني 220 فولت عادي جدا، بس اكيد طبعا مده قليله. وعندك برضو هذا الاختراع البسيط، بطاريتين 18650 وبيتشحن مايكرو اس بي ومش عارف ايه. بس المشكله بكام؟ ب 790 جنيه. لا احنا النهارده عايزين حل يخلص لنا الموضوع ده كله، يعني في رينج ال 100 جنيه. انت بقى عايز تشتري الحاجات اللي شكلها حلو احنا شفناها من شويه ديت فانت حر، ولكن النهارده هذا الحل اللي هو تقريبا كان سعره 100 جنيه وقت ما جالي من فتره قريبه لما احنا عملنا الفيديو اللي فات لو تفتكروا، اللي هو كان اختبار عداد الجيجات، وكان في جهاز احنا مستخدمينه عشان نحسب بيه العداد، فده ما كانش ينفع الكهرباء تقطع عنه. فاستخدمت هذه البطاريه من بيج اسمها جولدابيكيا، هم بيصنعوا بطاريات، بيصنعوا حاجات كتير يعني، ممكن يعملوا لك اي حاجه انت عايزها في المواضيع بتاعت الكهرباء ديت. الفكره بقى ان البطاريه دي سعرها كان 100 جنيه ساعتها على ما انا متذكر، او 110 جنيه حاجه كده. والكلام ده مش من بعيد يعني، حتى لو زادت ممكن مثلا تزيد 20 30 40 جنيه، ما اعرفش والله رقم كام بالظبط. الفيديو ده مش اعلان للبيج دي خالص، وهم اصلا ما يعرفوش ان انا بصور الفيديو ده دلوقتي، ولكن انا هتواصل معاهم بعد الفيديو، واي حد محتاج اي منتج من عندهم يقول لهم بس انا جايب الفيديو بتاع انيس وانا هخليهم يعملوا لكم خصم. فكره البطاريه ديت بسيطه جدا، هي عباره عن كوبري كده في النص، هم 3 بطاريات 18650 واصلين مع بعض تقريبا على التوالي، او اعتقد ان في هنا تشيبايه او في حاجه هنا بتنظم الموضوع، مش عارف بصراحه، بس هي شغاله كويس جدا يعني. الكابل ده انت بتركبه في الراوتر، وده انت بتركبه في الادابتر بتاع الراوتر، يعني هي كده بتبقى في النص. ما تيجوا نجرب، انا برغي ليه؟ انا جايب راوتر معايا اهو عشان نجرب كل حاجه. ده راوتر، هنتكلم طبعا عن كل التفاصيل دلوقتي ونعرف دي بتطلع كام فولت وانهي الراوترات المتوافقه معاها، ولو في راوتر مش متوافق معاها هتعمل ايه. هي من الاخر دي عباره عن كوبري كده تحطها في النص بين الراوتر وبين الادابتر، عشان لما الكهرباء تقطع هو الراوتر يشتغل البطاريه، الكهرباء ترجع الادابتر بتاع الراوتر بتاعك يشحن البطاريه ويشغل الراوتر في نفس الوقت. اهو موضوع سهل وبسيط جدا، هتشغل الراوتر من الزرار بتاعه وهتركبها. انا مش عارف انتوا شايفينه ولا لا بصراحه، بس انت هتركبها في المكان اكنك بتركب الادابتر العادي خالص بتاع الراوتر. وادي الراوتر اشتغل اهوت ولمبه الباور نورت، وبعديها بقى طبعا احنا مش واصلين في خط ارضي، فبعديها تلاقي بقى ايه، لمبه الدي اس ال نورت ولمبه الانترنت والواي فاي. شويه اصلا واحنا بنتكلم كده هتلاقي لمبه الواي فاي نورت على بس ما الراوتر يقوم معانا، اهي لمبه الوايرلس لان او الواي فاي نورت، فكده الراوتر ده اشتغل اهو دلوقتي. ولو في خط ارضي ركب فيها يبدا يشتغل انترنت. البطاريه ديت تقدر تشغل الراوتر تقريبا على حسب تجربتي 5 ساعات 6 ساعات على حسب نوع الراوتر. لو راوتر مثلا تقيل زي تي بي لينك في ار 600 4 ساعات 3 ساعات ونص. لو راوترات عاديه زي بتاعه وي اللي هي السنجل باند ممكن توصل 6 ساعات زي ما قلت لك. لو راوترات سوبر فيكتورنج مثلا ممكن تبقى 5 ساعات 4 ساعات ونص على حسب برضو البطاريه. وانت ممكن تطلب قدره اعلى، يعني دي مثلا 3 بطاريات جوه 18650 ممكن تطلب 6 بطاريات فتقعدك ضعف المده دي لو انت الكهرباء عندك كتير. بس لازم تتاكد بقى من الادابتر اللي انت هتشحن بيه البطاريه دي. الادابتر اللي بيجي مع الراوتر بتاعك ممكن في بعض الاحيان ما يبقاش كفايه، يعني مثلا لو هي البطاريه عموما 12 فولت وتشغل اي راوتر 12 فولت عادي جدا مفيش مشكله، و90% من الراوترات 12 فولت باستثناء تي بي لينك في ار 300 والتي بي لينك 9960 هم دول بس اللي 9 فولت. ففي الحاله دي انت هتحتاج ادابتر 12 فولت علشان يقدر يشحن البطاريه دي. الادابتر 9 فولت مش هيقدر يشحنها اصلا. الادابتر التقليدي اللي هو مع اللي جاي مع الراوتر بتاعك اللي هو 12 فولت مش بيشحن البطاريه دي للاخر، هو تقريبا على حسب كلامهم بيشحنها 80%.
لان البطاريه ال 12 فولت المفروض تشحن باكتر من 12 فولت، بس 80% ستيل حاجه كويسه بدل ما تحتاج انت تشتري ادابتر. هما برده بيوفروا الموضوع ده، ممكن يوفروا لك ادابتر يشحن البطاريه 100%، وده انت هتضطر تشتريه لو انت الادابتر بتاعك اصلا 9 فولت، لان هو مش هيشحن البطاريه دي خالص لو انت الراوتر عندك تي بي لينك. هتقول طب الراوتر التي بي لينك اللي هو الفي ار 300، طبعا الفي ار 600 الفي ار 400 الحاجات دي بتشتغل 12 فولت عادي. انما انت هتقول لي دلوقتي لو انا الراوتر بتاعي تي بي لينك ووصلته على 12 فولت وهو 9 هيشتغل؟ من تجربتي بيشتغل عادي خالص، ومركب البطاريه عليه ومفيش اي مشكله. اصلا انا من زمان بشغل راوترات تي بي لينك اللي هي 9 فولت بادابترات 12 فولت وما كانش بيحصل فيها مشكله، بس دي من تجربتي انا، يعني ما تاخدهاش حاجه اساسيه. يفضل ان هو تشغله ب 9 فولت، ويفضل انت لو الراوتر بتاعك 9 فولت ما تستخدمش اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، او تخليهم يعملوا لك حاجه 9 فولت تبقى مناسبه ليه. امتى برضو ان انت لو حتى الادابتر بتاعك 12 فولت والراوتر بتاعك 12 فولت تحتاج ان انت تخليهم برضو يدوك ادابتر من عندهم، والادابتر بتاعك مش هينفع لو الادابتر بتاعك ضعيف، يعني مثلا لو 12 فولت نص امبير فمش هيقدر ان هو يشغل الراوتر ويشحن البطاريه في نفس الوقت، فهتضطر ان انت تدوك مثلا ادابتر 12 فولت 2 امبير او حاجه اعلى من كده، او ادابتر اكتر من 12 فولت عشان يشحن البطاريه دي مظبوطه. لو 1 امبير هيشحن البطاريه بس هياخد وقت طويل جدا. يفضل طبعا لو الادابتر بتاع الراوتر يبقى 1.5 امبير، تقدر تشوفه بيبقى مكتوب على الادابتر نفسه القدره بتاعته كام فولت والامبير بتاعه قد ايه. وقبل ما نخش على الجزء اللي هو بتاع الكابينه وازاي تعرف ان الكابينه اللي عندك سليمه وبطاريتها كويسه ولا لا، عايز اقول لك على حاجه كده او مشكله ممكن تواجهك مع البطاريه ديت. حصلت معايا مره، وهي لما انا جربت ان انا اشحنها بادابتر 9 فولت اللي هو اقل من القدره بتاعتها، وشغلتها على راوتر 9 فولت، فلما وقعت خالص وما قدرتش ان هي تشتغل او ما قدرتش ان هي تقوم، هي ما شحنتش تاني حتى على الادابتر ال 12 فولت، لان هي كانت خلاص تقريبا ماتت خالص. فاضطريت ان انا احطها على الادابتر ال 12 فولت من غير ما اوصل الراوتر عشان تشحن او يقومها. سبتها على كده نص ساعه، وبعد كده هي بدات تشحن، رحت جاي موصل بقى الراوتر وسبته شغال وهو بيشحن اثناء ما الراوتر شغال. فانت خلي بالك في بعض الاحيان ممكن الراوتر يستنزف كل الطاقه اللي في البطاريه بقى لو الكهرباء قطعت كتير وانت سبته شغال عليها، ويفضيها على الاخر، فما تقدرش ان هي تشحن لما الكهرباء تيجي. هتلاقي الراوتر اشتغل بس هي ما بتشحنش. هتفصل بس الراوتر نص ساعه وتسيبها ان هي تشحن النص ساعه ديت، وبعد كده وصل الراوتر، عشان هي مش هتقوم الا لما تسيبها شويه دول من غير الراوتر. دي حاجه حصلت معايا مره واحده بس على مدار تجربتي مع هذه البطاريه، تقريبا اعتقد 5 شهور. شوفوا من اخر فيديو انا كنت عامله. طبعا انت ممكن تشتري البطاريه ديت او تشتري اي يو بي اس من على امازون وتوصله بقى في الراوتر وتفكر انت كده تمام، ولو الكهرباء قطعت الراوتر يفضل شغال. بمجرد ما الكهرباء تقطع تلاقي لمبه دي اس ال طفت هي ولمبه الانترنت، والكابينه نفسها فصلت خالص. فازاي بقى تعرف ان الكابينه على نفس خط الكهرباء بتاعك ولا على خط كهرباء مختلف؟ بص كده بكل اختصار، شوف يعني هل انت، في ناس اعتقد لاحظت الموضوع ده الايام اللي فاتت، لو انت لقيت ان الراوتر عندك بيفصل انترنت واي دي اس ال والكهرباء شغاله عندك، فكده الكابينه على خط مختلف تماما والكهرباء بتقطع في المكان اللي فيه كابينه، فانت بتقع. يعني انت على خط كهرباء تاني في الكهرباء شغاله عندك، فساعتها تبقى انت كده خلاص اتاكدت ان انت على خط مختلف، وان الكابينه كمان بطاريتها بايظه، لان اول ما الكهرباء بتقطع في الخط التاني ده المفروض اصلا الكابينه تقعد مده طويله فما تفصلش، فانت كده بتبقى متاكد ان الكابينه فاصله. طيب الحاجه بقى المحيره اكتر، وهو انت دلوقتي لو انت والكابينه على نفس الخط، فانت طول ما الكهرباء شغاله عندك هتلاقي الانترنت شغال، اول ما الكهرباء تقطع الكابينه هتقع. تعرف منين بقى ان الكابينه شغاله ولا مش شغاله قبل ما تجيب البطاريه عشان تجرب؟ الحل الاولاني واللي مش عند معظم الناس هو التليفون الارضي نفسه. تجيب تعدي تليفون ارضي كده وتوصلها في الخط، ترفع السماعه تشوف في حراره ولا لا. لو في حراره اثناء ما الكهرباء قطع يبقى الكابينه دي تمام وبطاريتها شغاله وزي الفل. طب هتقول لي يا انيس، طبعا يعني اكيد 90% من الناس تقول لي لسه ما عنديش تليفون ارضي اصلا. هقول لك بقى اسهل واجمد حل في الدنيا، وهو ان انت ترن على رقم التليفون الارضي بتاعك. لو رنيت على رقم التليفون الارضي بتاعك واداك جرس اثناء ما الكهرباء قطع، يبقى الكابينه قايمه وشغاله والبطاريات بتاعتها تمام. لو ما اداكش جرس قعد وقت طويل كاتب لك الرقم وبيحاول يتصل، او كاتب كولينج وفي الاخر كاتب لك كول اندد، يبقى الكابينه بطاريتها بايظه، او بمعنى ادق الكابينه فاصله دلوقتي. كمان ممكن يقول لك هذا الرقم غير موجود بالخدمه، او الخدمه مرفوعه مؤقتا، او المهم ان هو اي رساله هيجيبها لك، اي كول اندد هيجيبه لك، او تم انهاء المكالمه، او اي حاجه من الكلام ده، تعرف ان الكابينه واقعه دلوقتي. انما لو اداك جرس والكهرباء قطع، انت كده في السليم وتمام، وهتجيب البطاريه تركبها في الراوتر تلاقي الانترنت اشتغل معاك. طيب نفترض بقى ان انت لقيت الكابينه بتاعتك بطاريتها بايظه، واول ما الكهرباء بتقطع عندك الكابينه بتفصل وانت مش هتعرف كده تستخدم الخدمه. فايه الحل اللي انت ممكن تعمله؟ هل في حل مع الشركه نفسها؟ يعني في حل، بس الموضوع صعب. انت بتتصل بيهم تقدم طلبات، ممكن تنزل بوست على الجروب، وجروب هيظهر اسمه عندكم هنا، هتلاقوا برده اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، هتلاقوا اسمه فيسبوك جروب. نزل بوست، هما هيحاولوا يتواصلوا مع السنترال ويحاولوا يساعدوك في المشكله ديت. لو في امكانيه ممكن البطاريات تتغير، بس للاسف الموضوع تغيير البطاريات اللي بايظه بياخد وقت. على فكره البطاريات بتبقى بايظه مش مسروقه، عشان انا بشوف الناس على الجروب تقول اي حد بيسال في الموضوع ده يقول له لا بطاريات مسروقه. لا يعني يا جماعه، انتوا كلمه مسروقه دي كبيره قوي عشان تبقوا عارفين. بالنسبه
بالنسبه لبطاريات كبان الامسان او كبان الاف تي تي اتش، الكبان دي مش مجرد صندوق حديد، الكبان دي فيها سنسورز لو حد قرب منها بتعمل فضيحه. يعني اصلا مجرد لو حد كده فتح الباب بتاع الكابينه ديت بتبعت ميل للي شغالين في السنترال وتعرفهم ان الكابينه دي اتفتحت. فلو حد مثلا بيحاول يسرق حاجه هم بيبقوا عارفين ان هم باعتين حد يفتح الكابينه يعمل فيها حاجه، فلو لقوا اتفتحت ومفيش حد فيعرفوا ان في حد بيعمل حاجه دلوقتي، مش هيلحق اصلا يفك اول بطاريه، يعني هيتمسك وهو بيفك اول بطاريه. فبلاش الناس بتقعد تقول في الجروب او على الفيسبوك اي حد يسال يقول البطاريات مسروقه. لا، هي مش مسروقه، هي بنسبه 99% البطاريات بتبقى بايظه لان ليها عمر افتراضي ولازم تغير بعد العمر الافتراضي ده ما ينتهي. طب هتقول لي يا انيس انا بعت للسنترال ونزلت على الجروب وعملت كل حاجه وفي البطاريات بايظه عندي والموضوع هياخد وقت على ما يتغير او على ما البطاريات دي تتصلح وانا محتاج الانترنت ضروري ومحتاجه في شغل بقى او في دراسه. في الحاله ديت انصحك فورا ان انت تروح تجيب راوتر هوم 4G اللي هو طبعا باقاته اغلى من باقات الانترنت الارضي بس ارخص من باقات الموبايل، بتبقى 5 اضعاف باقات الموبايل عشان الناس اللي بتقولي هو نفس باقات الموبايل. بس اوعى تجيب راوتر 4G علشان انت عايز تستخدمه في الترفيه، لا يعني انت ما تروحش تاخد الخطوه دي وتشتري راوتر 4G الا لو ابنك او بنتك عندهم دراسه، عندهم امتحان. دراسه ايه؟ احنا اصلا في الصيف، مفيش دراسه دلوقتي، الا لو انت عندك شغل مهم جدا والشغل ده مش هينفع يقف، مش هينفع تعتمد على باقات الموبايل، ساعتها مش هتعطل نفسك وتعطل شغلك علشان الانترنت فصل ولا الكابينه فصل. روح هات راوتر 4G وخلص شغلك، وشغلك اهم 100 مره من ان انت تقعد سايب الشغل ومستني الكهرباء ترجع. وكده احنا خلصنا. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتنزلوا تشتركوا في القناه، وطبعا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك وتويتر علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time.